الزلف الأول. مرحبا يستون، مرحبا بكم كامل ومرحبا بالجدد، نورتونا القناة. شكرا على تعليقاتكم المشجعة وشكرا على الثقة نتاعكم على اللي جربات الوصفات نتاعي وصدقات لها. قبل ما نبدأ الفيديو نقولكم ما تنسوش لي جمع حبوباتي وتشتركوا في القناة اللي يدخلوا جدد والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم كيما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة البغريق اللي ما راحش تستغناو عليها. هذه هي الوصفة المعتمدة عندي وجامي بدلتها، تجي مثقبة وخفيفة وراح تفك. نقول لكم على السر اللي يخليها مثقبة وتنجحوا فيها بإذن الله. والأحسن في هذا البغريق أنكم راح توجدوه غير في 5 دقائق. إذا كان عندكم ضيوف الغفلة غير هذا اللي تسلككم وما راحش تحشمكم. راني كثرت في الهدرة. اللي حابة الوصفة ما عليها إلا تكمل لا فيديو حتى للأخير. راح نزيدكم حاجة أخرى، هذا البغريق راح نديره غير بالسميد، ما راحش ندير كاع الفارينة. راح نبداو بطريقة التحضير مباشرة. عندي هنا كاس ولا كوب الذي يزن 250 ملل. راح نعمرو 3 كيسان تاع السميد يكون رقيق. راني حطيت الكاس الأول والكاس الثاني، راني زدت هنا الكاس الثالث. راح نضيف ملعقة كبيرة خميرة الخبز وملعقة كبيرة تاع السكر. راح نخلطهم شوية بالملعقة باش يندمجوا. وهنا راني عمرت ملعقة كبيرة تاع زيت نباتي أو زيت زيتون. هذا الزيت يجعل البغرير مقرمش. كي تنحوه من المقلة راح نتحصل على هذيك القرمشة تاع البغرير كي نحيه من المقلة. راني هنا راني نندمج كل هذاك الزيت بهذاك السميد في هذاك السميد. وهنا راني زدت ملعقة صغيرة تاع ملح وراح نخلط الكل. وهنا حكمت الكاس، نفس الكاس اللي كيلت به راح نعمرو ماء يكون دافي. راح ندير 4 كيسان. درت الكاس الأول، الكاس الثاني، هذا هو الكاس الثالث. من بعد راح نزيد الكاس الرابع وراح نخلط كامل هذا السميد بالملعقة أو بالفوي. راح نخلطو مليح. دوكا راح نحكم ملعقة ونشوف القوام تاع البغرير باش نعرف شحال راح نزيد من الكاس الخامس. كيما راكم تشوفوا البغرير راه متماسك. حنا حبيناه يكون جاري شويه. صافي راح نزيد له نص الكاس او الكوب قبل ونخلط مليح. وراح نحكم الملعقة مرة أخرى ونشوف إذا راه مخصوص ولا لا. أنا شفت هنا خصو غير شوية وزدت شوية تاع الماء. بقالي من الكاس الخامس ربع كمية الماء. بصافي بالتقريب خذا ليا 5 كيسان. بقى ليا 4 كاس ونخلط كامل بالملعقة. شوفوا هنا القوام اللي راح نتحصلوا عليه يكون جاري شويه. وهنا البغرير صافي ما راحش نزيد له الماء. دوك راح نحكم بغا ميكسور او الخلاط نفس الشيء. راح نخلط كامل هذه المكونات. والخلط ما لازمش يكون في مكان واحد فقط، تخلط وتبدل للبلاصه للميكسور. نرفدو ونزيد نخلط وندور هكاك بشكل دائري كيما راكم تشوفوا. وهنا سمعوا مليح بالنسبه للسميد، اذا كانت النوعيه تاعو مليحه ما تكثروش في الخلط كيما السميد تاعي راح يخرج لكم العلك بسرعه. انا من با 2 دقائق حبست الخلط. كي شفت هذوك الفقاعات من الفوق حبست.
سينو راح يتكور لكم هذاك العلك بكمية كبيرة ويخسر لكم البغرير تاعكم. اما السميد ماشي من نوعية جيدة عادي ما راحش يتكور لكم هذاك العلك، مكسيوه هكاك 3 إلى 4 دقائق. دوكا هنا راح نزيد ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى او ساشية، راح نخلطو شوية باش يندمج مع الخليط، من بعد نحبس في التخلاط، ما نكثروش برك التخلاط. وهنا كي تشوفوا هذوك الفقاعات من الفوق عرفوا باللي البغرير تاعكم يكون ناجح. دوكا راح نوليو للسر اللي راح يخلي البغرير تاعكم مثقب الله ويجي خفيف. راح نصفوا هذا الخليط جوزوه كامل في الصفايه، سورتو اذا كانت السميد نتاعكم مليح يخرج العلك كما قلت لكم. كي تجوزوه في هذا الصفايه راح تنحوا هذاك العلك، لخاطر هذا هو اللي يخسر لكم في البغرير. انا هنا الصفايه الثقوب نتاعها رقيقه، خذت لي شويه وقت باش جوزتها كامل في البغرير فيها. شوفوا هنا واش قلت لكم، راني نحيت كامل هذاك العلك. بالنسبه للسميد اللي ما يكونش من نوعيه جيده ما راحش تنحو كامل هذا، ويمكن ما راحش تنحو كامل على حسب نوعيه السميد. وبالنسبه لهذا العلك ما راحش نرميه بيان سور، درت مطلوع خلطته معها هكاك وجا رائع. وهنا راني نوري لكم القوام كيفاه خرج. دوك راح نغطيو عليه ونخليه يخمر لمده 5 دقائق، قيس ما يسخن هذاك المقله اللي راح نطيبو به. هنا بعد ما ارتاحت لمده حوالي 5 دقائق نجي نطيبوه بعد ما سخنت المقله. والمقله بيان سور ما لازمش تكون تتلاصق. راني طيبت ديجا البغرير، وقيله هذه راح تكون الرابعه. بالنسبة للطياب كي تحطوا البغرير النار لازم تكون أكثر من المتوسطة باش يثقب لكم مليح، هذيك الحرارة القوية اللي تخليه يثقب مليح. وباش ما يتحرقش كي يبدا يثقب كيما راكم تشوفوا، نقصوا النار إلى أقل من المتوسطة باش يزيد يطيب على غرضو. شوفوا هنا البغرير كيفاه جا مثقب الله. راح نكمل نطيبو كامل بنفس الطريقة. كي نطيب حبة نحطها فوق الأخرى وندهنها بزيت الزيتون، من بعد نحط فوقها السكر أو العسل كيما حبيتو. ونسيت نقولكم باش اشاك فوا تجيو تعمروا هذاك المغرف خلطوه قبل مليح، من بعد عمروا المغرف وطيبوه. وكذلك كي طيبوا البغرير في المقله قبل ما تحطوا البغرير، البغرير يطيب مسحوا قبل المقله بطرشون باش تنحوا كامل هذاك الشيء اللي بقى. هاوليك البغرير تاعنا كيفاه جا، يجي بزاف خفيف، جربوه والله ما راحش تندموا. دوكا لحقنا لافان لا فيديو، نتمنى عجبتكم الوصفه، نقولكم تهلاو في رواحكم. الى فيديو جديد ان شاء الله، ما تنسوش لي لايك او بارطاجيو لا فيديو. الى فيديو جديد ان شاء الله. سمحوا لي راح الوقت، سي بور صا راني نهضر هكا. بقاو على خير، كملوا لا فيديو باش تشوفوا هذا البغرير.